هنعمل النهارده جاتوه شاتوه بس مش بالشوكولاته زي ما احنا متعودين نعمله. هنعمله بالفراوله او بالجيلي علشان يدينا طعم فراوله في الاخر. ممكن كمان نغير في النكهه بتاعه الجيلي نفسها او في الطعم بتاع الجيلي، يعني مثلا ممكن نخليه مشمش او مانجا او اي طعم جيلي احنا بنحبه. كمان احنا ممكن نحول الكيكه دي لتورته، مش كيكه. لو احنا زودنا شويه كريم شانتيه عليها وده بقى الصوص، هتبقى شكلها يعني تبقى لذيذه قوي في الشكل وفي الطعم طبعا حلوه جدا، لانها اصلا ككيكه يعني طريه وطعمها جميل والصوص كمان لذيذ قوي. انا هعمل مقدارين، يعني هعمل كيكتين بس في كيكه واحده كبيره. هو انا بس هكتب لكم مقدار الكيكه الواحده، المقدار الواحد يعني اللي هو بيبقى ليه باكو جيلي واحد ونص كوبايه سكر، نص كوبايه زيت. انا طبعا ضعفت الكميات كلها. هحط الجيلي والسكر والزيت وكوبايتين لبن في الخلاط مع بعض وهدوبهم كويس قوي. هو المفروض بيتحط نص لبن ونص ميه، بس انا يعني ميه سخنه عشان الجيلي يدوب، بس هو اصلا الضرب في الخلاط كتير هيخلي الجيلي يدوب، بس الصوص بطعم اللبن كله احلى من الميه كتير. فهفضل اضربه كويس خالص في الخلاط لحد لما الجيلي يعني يدوب وكمان الصوص يتقل. طبعا هو الزيت هيتقل الصوص خالص. اما يبقى الصوص بالشكل الكريمي ده كده ومفيش حبيبات جيلي ولا حاجه يبقى كده تمام. احنا المفروض بنشيل كوبايه من الصوص، بس عشان انا عامله مقدارين فهشيل كوبايتين على جنب، هحطهم في التلاجة لحد بقى لما اكمل بقيه الكيكه. هزود بقى في الوقت ده كده، المفروض ان انا هزود بيضتين بس انا هزود 4 علشان هما مقدارين. هحط الاربع بيضات وعليهم فانيليا، احطهم في الخلاط مع الفانيليا وهضربهم بقى كويس لحد ما البيض بس يعني يدوب بس مع الباقي ده، مع بقيه المقدار يعني. وبعد كده انا كنت جاهز، يعني نخلت 3 كوبايات دي ومجهزاهم وحاطط عليهم كيس بيكنج باودر. هو برضو لو مقدار واحد هيبقى كوبايه ونص دقيق، انا عامله مقدارين فهم 3 كوبايات دقيق. هضيف عليهم الخليط اللي في الخلاط اللي احنا ضربناه، وبالمضرب بقى اليدوي هنقلب لحد لما الصوص يبقى او الكيكه تبقى بنفس الشكل ده كده. في الوقت ده احنا ممكن نحط نقطه لون طعام عشان تدي لون طعام احمر، يعني عشان تديها اللون الاحمر تبقى يعني مقاربه للصوص. بس هو اللون ده مع الصوص شكله حلو وهي مش محتاجه ولا حاجه. بس احنا لو حابين نضيفه، لو هنعمل تورته يعني وحابينها تبقى حمرا، ممكن نضيف نقطه لون صغير. انا سخنت الفرن على درجه حراره 180. هي الصينيه مفروده والكيكه مش تخينه قوي، فهي هتقعد في الفرن تقريبا من 25 لنص ساعه بس، يعني 25 دقيقه ل 30 دقيقه، اللي هو تقريبا بالكتير نص ساعه وهتكون استوت. حسب بقى الصينيه هتاخد قد ايه وقت في الفرن وهنتابعها طبعا. اول ما هتخرج من الفرن وهي سخنه، انا يعني عملتها بالشوكه كده يعني كسرتها بالشوكه كده علشان لما احط الصوص فيها يعني شويه ينزل من الاخرام دي كده ويديها طعم. هنزل الصوص اللي كان في التلاجة عليها. ممكن بقى في الوقت ده مثلا كنت انا احط كريم شانتيه تحت الاول وبعد كده الصوص. ممكن احط يعني زي شعرات كده كريم شانتيه من فوق زي ما نحب، بس انا حسيت ان هو طعم الصوص باللبن كده يعني حلو قوي، مش محتاج حاجه. حطيت بس عليه صوص فراوله من فوق جاهز. هو بيدي شكل، يعني هو اصلا بسيط خالص، مش مدي طعم رهيب يعني ولا حاجه، بس هو مدي شكل حلو ليها. هو بصراحة الكيكة مختلفة خالص عن الشوكولاتة بقى وعن الفانيليا، يعني حاجة مختلفة. طعمها حلو جدا، كمان مقدار الكيكة نفسه حلو قوي وطري ودايبة جدا جدا زي ما انتوا شايفينها كده اهي. هكسرها بقى، وانا كسرتها طبعا وهي سخنة. هي حلوة قوي ومفروض نسيبها تهدى شوية. عايزاكم تجربوها وتقولوا رأيكم فيها.